ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النادي الاهلي لاول مره هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز بيتصدروا الدوري بشكل منفرد، 21 نقطه من 10 ماتشات بعد الفوز على الاتحاد السكندري النهارده سيد البلد بنتيجه ال 2-1. اللي سجل هدفين، الهدف الاول من بن شرقي اسيست زيزو، والهدف الثاني ضربه جزاء سددها زيزو ونجح في تسجيلها علشان يعلن عن ثاني الاهداف. بعد كده الماتش يتصعب بطريقه غريبه، بعد كده نلاقي الاتحاد بيسجل هدف وكان ممكن يتعادل كمان ويطرد كوكا، بعد كده يطرد كريم الديب من نادي الاتحاد السكندري، ولكن في النهايه الاهلي قفل دفاعاته وانتهت المباراه بنتيجه ال 2-1. ولكن النادي الاهلي متصدر بشكل مؤقت، ده برضو يعني للعلم، لان بيراميدز المفروض 8 ماتشات و17 نقطه، يعني المفروض لو كسب الماتشين هو اللي يبقى متصدر، ولكن طبعا كل ده بيحط ضغط على بيراميدز وهكذا. فانت بتتكلم برضو ان احنا لسه بدري قوي وهكذا، فحته انك تحسم مين اللي ممكن يكسب الدوري صعبه شويتين ثلاثه. لكن هل انت راضي عزيزي الاهلاوي عن اداء الاهلي؟ اي واحد انت هتساله هيقول لك لا. طب ياستروب المدير الفني الدنماركي للنادي الاهلي راضي عن الاداء؟ مستحيل يكون راضي عن الاداء 100%. 100% دي اللي هي بتاعت ان انا لا جامد واي فرقه ممكن تنزل قدامي ممكن اكتسحها والكلام ده كله، الحته دي لسه ما وصلناش يمكن ليها مع النادي الاهلي ومع السكواد التاريخي المفروض اللي معمول دلوقتي مع النادي الاهلي. النقطه والليفل اللي المفروض جمهور النادي الاهلي كان يسعى اليه من بدايه الموسم ومن اول دقيقه في الموسم، ان الاهلي هيهرس اي حد. ولكن الحقيقه ان احنا لحد دلوقتي حد يعني يعتبر 10 ماتش في الدوري المصري الممتاز، وبدات تلعب في افريقيا كمان، وبدا خلاص الموسم بنخش خلاص يعني ايه في منتصف الموسم والمدعكه اللي بتبقى في النص وهكذا، ولسه الاهلي مش عارف يوصل للليفل ده. النهارده دفاعاتك بصراحه بتعمل اخطاء ساذجه جدا جدا، اخطاء دفاعيه كارثيه. في الشوط الاول 2 انفراد لعيب واحد من الاتحاد السكندري اللي هو فيفور اكيم حاجه زي كده، يعني اللعيب ده لو بيعرف بس يفنش الكوره كويس في الجون كان زمانه سجلها، وسجل بدل الهدف 2. وكوره شايلها الشناوي بسبب اخطاء دفاعيه كارثيه في التمركز في الركنيات، والحته دي ما اشتكيناش منها في ماتش النهارده بس، لا ده في ماتشات كتيره قوي سابقه والاهلي بيعاني منها. التمركزات في الضربات الثابته، التمركزات في الضربات الثابته والهدات اللي بتتلعب على مرمى النادي الاهلي اللي بتبقى بكل سلاسه ومحدش بيبقى طالع معاها. هل ده استسهال؟ هل ده استهتار؟ طب ده ايه؟ ده ممكن نسميه ايه؟ مش عارف بصراحه. ده غير طبعا يمكن انت بتتكلم مثلا محمد هاني لوحده كويس. محمد هاني عمل كام كره لزيزو اماميه في الهدف الاولاني، هو اللي بادئها اصلا لزيزو بالمسطره، وزيزو عرضيه بلمسه واحده، يعني بسم الله ما شاء الله عليه في عرضياته وهكذا المظبوطه لبن شرقي، استلامه ايه وجمال ايه ومهارات ايه ومش عارف ليه هو اللي طلع مش تريزيجيه لما جه ينزل عبد القادر. ما كانتش مفهومه بالنسبه لي اطلاقا. انت كنت ممكن تخلي بن شرقي هو راس الحربه وتلعب عبد القادر جناح شمال، لكن تشيل تريزيجيه. تريزيجيه حتى الان لسه هو في مرحله ان انا اللي عايز اعمل اللقطه، انا اللي عايز اجيب الجون. تريزيجيه ممكن تلاقيه جامد في كوره اتظبطت له ار2 فيشوط ار2 حلو، انا مش جايبك عشان تشوط لي ار2. في مليون لعيب بيعرف يشوط، بن شرقي ده بيعرف يشوط، زيزو شويت جامد قوي، مليون لعيب في الدوري المصري بيعرف يشوط وبيشوطوا ار2 كمان يا تريزيجيه. انا جايبك عشان توضح لي مهاراتك الفرديه فين، صناعتك فرص مع الفريق. زيزو بيصنع فرص للفريق، بن شرقي بمهاراته الفرديه يقدر يصنع لك فرص للفريق، لكن تريزيجيه عايز هو اللي لو عمل لقطه مهاريه ما يبصش على جنبه، انا مرقصت خلاص الدنيا اتفتحت انا هشوط حتى لو خيار الباص احسن وتضمنها اكتر. فالحته دي بصراحه مش مفهوم تريزيجيه من بدايه الموسم. تريزيجيه بيسجل لك ضربه جزاء، بيعمل لك ار2، بيعمل حاجات كتير، لكن ما زال تريزيجيه مع المجموعه لا مش ده تريزيجيه اللي احنا عارفينه، يعني مش ده تريزيجيه اللي احنا جايبينه على اساس ان هو نجم كبير ومحترف، ده مش لعيب مصري والكلام ده كله. بالاضافه الى ان انت برضه هترجع للدفاع، هاني مثلا لوحده كويس في الكوره اللي لعبها لزيزو، وزيزو بالمسطره لبن شرقي واستلامه ايه ومهارات ايه ويسجل هدف. طب ياسين مرعي كويس برضه في الكور العاليه واكتشفناها النهارده في ياسين مرعي، لكن تمركزهم مع بعض سيء جدا. كل لعيب مثلا لوحده، مثلا زي ياسر الكره في حوزته في ال 18 تروح مقطوعه منه، فادي فريد لو شاط جامد شويه جون. حاجه غريبه الجون. طب فاكر ناصر منسي لما انت اللي كنت سابقه في السوبر الافريقي وجي من وراك؟ طب النهارده فادي فريد بيعمل ايه؟ انت اللي كنت سابق المهاجم وبيجي من وراك وبيسجل هدف. طريقه غريبه جدا يعني بصراحه، يعني مش مفهومه. وانا لسه ما اتكلمتش عن الهجوم والبطء الشديد في تحضير النادي الاهلي من تحت، والشراسه في انك لما بتتقطع منك الكوره ما عندكش يعني حته الروح دي مهمه جدا في اللعب. اللعيبه سكواد عالي ومهاريين وكل الكلام ده، لكن ده عشان يظهر انت محتاج ان اللعيبه تكون متحمسه، وسكواد بالشكل ده
صعب قوي تحمسه مثلا بماتش زي الاتحاد، ماتش وده ما ينفعش في النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم كل ماتش لازم جديه تامه، وتبدا تهدى على الاقل بعد ما تكون 2-0 3-0، مش بعد ال1-0. وكنت النهارده ممكن تعادل عادي جدا، لكن رزق من الله انك جالك ضربه جزاء ساعدتك انها تكون 2-0، فالعوده صعبه بالنسبه للاتحاد السكندري. لكن صدقني انا ضربه الجزاء اللي ما كنتش جبتها، انت ادائك زي الزفت يعني. معلش الاهلي كسب النهارده، بص انا بقول ايه، ادائك سيء جدا. مفيش لمسه واحده، مفيش تحركات بدون كوره، مفيش لعب سريع اطلاقا، فانت مريح الدفاعات اللي واقفه قدامك وملصمه الدنيا اللي هي دفاعات نادي الاتحاد السكندري. ولما بيجوا عليك بمرتده بيعملوا احلى قلق، احلى قلق. واستغلوا يعني. انت عايز ايه اكتر من انفرادين في الشوط الاول وكره شايلها من على الخط محمد الشناوي، بعدها ياسر براسيه، بالاضافه الى الشوط الثاني جايبين هدف بعدها على طول كانوا ممكن يتعادلوا بكره بالقربون يا جماعه. لما جه برده من ورا هاني سابق المهاجم اللي رايح يحط الجون، وهو اللي سابقه وحطها، بس ما حطهاش في المرمى يعني، حطها يعني بص فسوه جنب القائم يعني، وكانوا هيتعادلوا 2-2 بنفس الشكل. مش معقوله يا جماعه، دفاع النادي الاهلي بتعاني معاناه شديده. ولازم الهجوم عشان يخلص الماتش بدري بدري، لا في برضو معاناه في حته الاسترخاء. انت بتمرر التمريره وكمان المس باصي الكتير بسبب قله التفاهم، دي طبعا اكبر مشاكل واجهها النادي الاهلي النهارده. في لعيبه تالقت زي بن شرقي، زي احمد سيد زيزو، كمان ياستروب لما كوكا يمكن بتتكلم ان هو اتطرد يعني، راح جاب عمر كمان نزله خلاص ثبته مع محمد هاني، رغم ان كريم الديب بعدها على طول اتطرد من الاتحاد السكندري. لكن النادي الاهلي كان بيلعب من الدقيقه 80 هو تحت الكوره على طول، هو سايب الكوره تماما للاتحاد السكندري، فعايز يامن الفوز برده باي طريقه. انت كاهلي وكشخصيه النادي الاهلي انت كده بتهدم شخصيه النادي الاهلي. مش بتكلم على ياستروب، انت كلاعيبه النادي الاهلي انك تفنش الماتش من البدايه ده بيساعدك في انك ثقتك تعلى، معنوياتك تعلى جامد قوي، تخوف الفرقه اللي انت تلعبها بعد كده. لكن الشكل اللي احنا شفناه النهارده هتجرأ الفرق اكتر واكتر. فرق الدوري المصري، مش بتكلم على افريقيا والمستويات الاعلى شويه من الدوري المصري اطلاقا، فرق الدوري المصري هتنزل متجرأه عليك. فانت شخصيتك انت بتهدمها بايدك باللي انت بتعمله ده من بدايه المباراه، تفنشها. ظروف المباراه خليتك انت لازم تدافع عشان تحافظ على الفوز. طب انت ليه تفرق بهدف واحد اصلا؟ انت ليه الاهداف اللي بتخش فيك دي اصلا؟ يعني انت فاهمني، انت كنت 2-0. هل يمكن ان يعقل ان النادي الاهلي 2-0 ويرجع يتعادل 2-2؟ ده اللي كان هيحصل النهارده. دي حاجات ما بتحصلش من زمن الزمن. ده الاهلي الاهداف اللي دخلت في مرماه دي كان بيعدي مواسم كامله، ممكن تاخد موسمين على بعض كده ما يخشش فيه عدد الاهداف دي. فالاهلي النهارده كسبان والاهلي النهارده متصدر، لكن الكلام ده لازم يتقال في عز ما الاهلي كسبان والاهلي متصدر، والمفروض انتوا شايفينه بقى يعني متصدر والدنيا زي الفل والمعنويات عاليه وهكذا. لا الكلام ده لازم يتقال دلوقتي عشان المواضيع دي تتحل، مش لازم تتحل لما تلاقي الدنيا وقعت تاني وبدات تخش سلسله التعادلات. انا مش هتكلم عن ياستروب لان مستحيل نقيم الراجل من دلوقتي. ادي الراجل شاف النهارده ان الاهلي بيريح بعد ما بيسجل هدف، ادي الراجل شايف روح اللعيبه عامله ازاي والحماس والشراسه في الدفاع والشراسه الهجوميه عامله ازاي. احنا بقى نبدا نقيم الراجل من الماتش الجاي واللي بعده واللي بعده في حته انه هيعالج الكلام ده ازاي. هل شكل الاهلي هيتحسن في الفتره القادمه؟ ده بقى يمكن بدايه تقييمنا للراجل، لكن مستحيل اقيمه من دلوقتي. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. سلام.